محتارة في غدا النهاردة؟ طب هنعمل وصفة سهلة وبسيطة وطعمها خطير ويجنن. هاتي كيلو بطاطس كده نغسله كويس جدا ونقشره وابدأ ان انا اقطعه مكعبات بالشكل ده. خلصي كل الكمية وهنجيب بقى حلة واحط فيها البطاطس بتاعتنا، حطيها بقى في الحلة وانزلي بقى عليها بنص كوباية مية سخنة وغطيها وسيبيها تستوي على نار هادية خالص. عندنا بقى لحمة مفرومة، بصل بقى وفلفل الوان كده، وعندنا طماطمايه مفرومين، طاسة سخنة كده ومكعب زبدة. وانزلي بقى باللحمة المفرومة بتاعتك كده، اول ما تغير لون ملح وفلفل اسمر وسبع بهارات. بعد كده احط بقى الخضار اللي احنا فرمناه اللي هو البصل والفلفل الالوان، اول ما يدبل معاكي يبقى كده تمام. وبيبقى كده عصجنا اللحمة بتاعتنا. هاتي بقى البطاطس بعد ما اتسلقت كده وبقت مهرية معاكي، ملح وبهارات بطاطس ومكعب من الزبدة. ابدأي بقى هرسيها كأنك بتعملي بطاطس بيوريه. نص كوباية بقى من الحليب أو اللبن لحد ما تلاقي اللبن اختفى كده وبقت البطاطس معاكي كده ناعمة بالشكل ده. بايركس بقى وهنبدأ ندهنه بمادة دهنية، وانزلي عليه كده بطبقة من البقسماط أو الفيجيتار، وحطي بقى طبقة من البطاطس البيوريه اللي احنا عملناها. يعني حاولي انك تعملي نص الكمية، نص الكمية تحت، وانزلي بطبقة اللحمة المفرومة ونص الكمية فوق. ساوي بقى الطبقة بتاعتك كده على الوش شوية جبنة موتزاريلا، انا بستخدم موتزاريلا الحريف، وبتدخل الفرن على درجة حرارة 180 في الرف الوسطاني. تطلع بالجمال وبالحلاوة وبالطعامة دي. اسهل غدا هتقومي تعمليه حالا. ولو عجبك الفيديو لايك وشير وسبسكرايب لقناتنا.